السلام عليكم. الممثل بسموه فنان، وشو الفن اللي بيقدمه؟ هو رسائل مبطنة بيرسلها للمشاهد، وبيتلقفها المشاهد بأشكال إما قبول أو رفض. طبعا هذه الرسائل المبطنة كلنا بنعرف مين بيعطيها. فعلى سبيل المثال ما تشوف المقطع. شلون مو حرام شيخي؟ شلون مو حرام؟ حريمنا كلياتها بتطلع بالملاية، ومن يومنا تعودنا انه الحرمة بتحط ملاية على وشها بتسترها. شلون مو حرام؟ لا يا ابي لا. النقاب اللي هي الملاية هاي عادي الناس طلعوها ومنصوص عليها بالدين. النقاب اللي هي الملاية هاي عادي الناس طلعوها ومنصوص عليها بالدين. طبعا بهاللقطة هو أظهر للمشاهد أن هذا اللباس هو عادة وليس من الدين الإسلامي. وللأسف في ناس عن جد تاخذ هذا الكلام على أنه هو كلام مصداقية وبتتناقلوا بين بعضها بسبب جهلهم بدين الله عز وجل. لكن الرسائل بتتطور أكثر وأكثر وبصير ترويج للرذيلة. خلوه عم يضربوا بعضه حكاشي، لكن ان شاء الله بتنكسر ايده، الهي يخرب بيته. يعني شو ساوت اذا شاف شي شد يسر عليها بتكون عملت جريمه، يعني بعت له حمى. والله مزبوط. بتعرفي ولك بدريه ايه؟ منيح اللي اخونا الله يهون له مسافر، يعني ما في مين يحاسبنا اذا كنا حبينا لنا شي حدا، وناقصنا غير نلاقي حدا نحبه. اي والله. أيوة، إني الحمد لله ما عنا أخوات شباب مشان شو؟ مشان ما يرصونا. وإظهار إن غيرة الأخ شيء قذر، شيء ثقيل على النفس. وبيستمر كل مخرج بإرسال رسائل مبطنة أو غير مبطنة عن طريق هؤلاء الممثلين بأشكال مختلفة وطرق متعددة. لكن بعد ما صار هالممثلين أدوارهم مملة، حتى صار بعض المسلسلات عم يكرروها تكرار بعد تكرار، ومنهم عم يسرقوها من ثقافات غربية وعم يتم ترجمتها للغة العربية، وبيقوموا بهالأدوار ممثلين عرب. فصار المواطن العربي بيشوف المسلسلات العربية ما هي إلا بؤرة للرذيلة، وعايزة توقعينا في الرذيلة تاني. اوعى اموت انا في الرذيلة وللبلطجة وتعليم الشتايم. لك يخرب بيتك، شو فكرتينا هندوز ولا بوذيين؟ لك نحن اسلام يا بنت الله، يعني مثلنا مثلكم، شو بكي؟ وما اكتفى الممثل في نشر ثقافات منحلة في مجتمعاتنا، بل روج لأشياء وفكر خاطئ عن طريق مقابلاته التلفزيونية. أن هناك آخرة ولكن أراها هي الجنة. أنا أراها هي الجنة. ما في حياة تانية؟ لا، حتى لو كانت حياة فهي حياة جنة. طبعا كل ممثل بيوصل لمرحلة من العطاء مثل ما بيسموه، وبعدين ما بقى بيقدر يعطي أكثر من اللي قدمه، وما بقى فينه يتنازل أكثر من اللي يتنازل عنه. فبيطلع بهالتصريحات الغريبة لعل وعسى ينال بعض الشهرة آخر عمره، أو يوصل رسائل خبيثة عن طريق الأنظمة اللي عم تحكم البلد. فبيقول لك إني ما في غير جنة. هل عقلا ومنطقا أن يكون هناك فقط مكان واحد يجتمع فيه الظالم مع المظلوم، مع القاتل والمقتول، مع المجرم والبريء، كلهم يجتمعوا بمكان واحد؟ شو الحجية؟ إني والله السيء الله خلقه والله متكفل فيه. هذا الكلام بنقال لما بيكون ما عندك أي حرية في التصرفات، وخلص خلقه من غير أي إرادة شخصية، من غير أي اختيار. فطريقة هالتفكير هي وبثها على العام ما هو إلا حتى أكبر عدد ممكن من الناس تتبنى هذا الفكر. طبعا ممثلين كتير سوريين وغير سوريين طلعوا بتصريحات غريبة، الهدف منها معرفة قبول الناس لهذه الأفكار ومدى رفضهم لهذه الأفكار. وطالما في ناس عم تتقبل هالأفكار، رح نشوف هالأفكار مطروحة بالمسلسلات القادمة. هذه التصريحات ما هي هيك والله عبث عم يطرحوها، لا، عم تنطرح كنوع من جس النبض حتى يشوفوا القبول والرفض. إذا كان في تقبل لهذه الآراء وهذه الأفكار، المسلسلات القادمة رح تكون أوسخ من المسلسلات السابقة، والأيام بتوضح لنا أكثر وأكثر. فعلى سبيل المثال الحكومة ما بتقول أنا بدي أطلع قانون المساكنة، لا، بتطلع ممثل يقول إني أنا بتقبل المساكنة وبتقبل السكن من غير زواج، وبشوفوا رد فعل الناس. إذا رفضوا هذا الشيء فمعناته إسا ما وقته لهالقانون. إذا صار في قبول، صدقني تطلع قوانين بتوافق قول هذا الممثل، لأنه هو مدفوع من الحكومات. لهيك منشوف بعض الممثلين بيستميتوا بالدفاع عن الحكومات، ما حبا بالحكومات، لأن الحكومات أساسا ناهب الشعوب، بيطلع بعينك بيقول لك أنا بنهبك. يعني أنا عامل حسوب رئاسية وهعمل، هي ليا. فهن ما عندهم خجل
من ناحية إن إظهار فساد للناس. فليش أنت تخجل تظهر إيمانك والتزامك؟ بحب أختم كلامي بقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويقول الله أيضا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله العظيم أن يجنبنا هذه الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي للنور من قرآني، تجري وراء الغرب في لهث وهل سيحقق الغرب الغريق كياني، سيحقق الغرب الغريق كياني. من عاد لنا دينا ذلا يحتوينا.